السلام عليكم، أنا مهندسة أميرة طه وأنت دلوقتي بتتفرج على سنة أولى زراعة. النهاردة هعرفكم ازاي تشتروا NPK صح وملائم للنباتات بتاعتكم، وفي نفس الوقت تفهموا الأرقام اللي عليه. أول حاجة هنقول شوية أساسيات لازم نعرفها. لما بنروح نشتري أي سماد NPK بنلاقي مكتوب عليه 3 أرقام. طب يعني ايه ال3 أرقام؟ بالترتيب هي ال NPK من الشمال لليمين. أول رقم بيكون خاص بنسبة النيتروجين في السماد ده، تاني رقم خاص بنسبة الفوسفور في السماد ده، تالت رقم خاص بنسبة البوتاسيوم في السماد ده. دي أرقام عشوائية، يعني 11 15 12. معنى كده إن الكيلو من السماد ده بيحتوي على 11% نيتروجين، 15% فوسفور، 12% بوتاسيوم. أمثلة بقى، في حاجة عندي اسمها سماد NPK متوازن، وده بيكون نسبة النيتروجين بتساوي الفوسفور بتساوي البوتاسيوم، زي 19 أو 19 19 19 أو 20 20 20 20. في سماد تاني بيكون عالي النيتروجين، ده نسبة النيتروجين فيه اللي هو أول رقم بتكون أعلى رقم في التلاتة، زي ده مثلا 2300 TE. ال TE دي رمز للعناصر الصغرى. ال23 ده رمز للنيتروجين، السماد ده هو فيه نيتروجين فقط. 00 يعني ولا فيه بوتاسيوم ولا فيه فوسفور. في عندي سماد عالي الفوسفور، زي أول مثال على الشمال عندي 10 50 10، يبقى بيحتوي على 10 نيتروجين 50 فوسفور 10 بوتاسيوم. أعلى نسبة فيه طبعا هي الفوسفور، فده سماد عالي الفوسفور. في نوع تاني سماد عالي البوتاسيوم، زي 12 12 17. طبعا نسبة النيتروجين 12، نسبة الفوسفور 12، نسبة البوتاسيوم 17، ودي أعلى نسبة. حاجة تانية زي عالي البوتاسيوم 00 50، معنى كده إن هو مفيهوش نيتروجين، 0 نيتروجين و0 فوسفور و50 بوتاسيوم. طريقة الاستخدام بقى، قبل طريقة الاستخدام لازم نخلي بالنا بلاش نسمد شتلات. لو عندي بذور لسه زرعاها وطلعت شتلة ما ينفعش اسمدها الا بعد مرور شهر من الانبات، وبتكون جرعة السماد مخففة جدا. بلاش اسمد لو النبات لسه مشتريه من المشتل، لان اوريدي هو بيكون متسمد في المشتل وممكن يحصله تسمم وبالتالي يموت. بلاش نسمد والنبات عطشان، لازم اروي كويس قوي واسيبه كام ساعة وبعد كده اسمد. النباتات المصابة، عندي إصابات حشرية، إصابات فطرية، إجهادات، أي حاجة لقيت النبات مش مظبوط كده ومصاب ما ينفعش أسمده، لأن السماد هيعمل عليه إجهاد أكتر وبالتالي ممكن يموت. أحسن وقت نسمد فيه هو الصبح بدري أو بعد المغرب. بلاش نسمد وقت الظهر خالص، لأن عملية النتح وده برضه هيعمل إجهادات للنبات. طريقة التسميد بقى هنا تختلف حسب الاستخدام. لو أنا هسمد ورقي أو اللي هسمد في التربة. لو هسمد في التربة بجيب مقياس زي معلقة صغيرة اللي بنستخدمها عادي، ممسوحة، هملاها NPK ممسوحة على 2 لتر مية، هدوبهم كويس جدا وبعد كده هروي بيهم النبات في التربة. إنما لو هسمد ورقي بقى يبقى المقدار قليل جدا، بحط معلقة صغيرة على 3 لتر مية وبعد كده بحطهم في بخاخة أو رشاشة وبسمد ورقي للنبات. في نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا ولميتوا الموضوع كله. لو حد عنده أي استفسار يسيبه في